السلام عليكم ومرحبا بالجميع في قناتي وقناتكم أم فردوس وريان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم حريشات بريبي كيجو خطيرين وهشاش وبنان وغير ببيضة واحدة كتخرج لينا 22 حبة واقتصاديين، والمذاق ديالهم كيجو أكثر من رائعين. أنا متأكدة إلا جربتوها غادي تنال الإعجاب ديالكم. وما زيش نطول عليكم اكثر من ماكا، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. اول حاجة غناخد هنا اناء وغادي ندير فيه 250 غرام ديال السميدة، وبالنسبة للعبار بالكاس ما يعادل 2 كيسان ديال العنبة ممتلئة. غادي نضيف عليهن نصف كاس ديال العنبة ديال الكوك، وغادي نضيف عليهن نصف كاس من سكر حبيبات او سكر سنيدة، وغادي نضيف عليه كيس من سكر فاني، وغادي نضيف عليهن قبصة ديال الملح، وغادي نخلط العناصر جيدا حتى تندمج لينا العناصر مع بعضياتها. وغادي نضيف عليهن بيضة كاملة، وغادي نزيد عليهن نصف كأس ديال العنبة من الزيت النباتية، وغادي نخلط العناصر جيدا حتى تندمج لينا العناصر مع بعضها. وبالنسبه لهاد الحريشات راه كيجيو لذاذين وهشاش ومعلكين، والسر ديالهم هو ريبي اللي غادي نضيفوه في الاخر. هنا ضفت عليه كيس من خميره الحلويات. عاده غادي نبسبس المقادير مع بعضياتهم. وبالنسبه لهاد الحريشات راه كيوجدوا بسرعه، ما كطلبوش شي مجهود. وهنا غادي نبدا نضيف ريبي. هنا ريبي ما غاديش نضيفو دفعه واحده، غادي نضيفو غير بالتدريج. فكيف شفتوا حتى الطريقه ديالهم سهله في التحضير والمقادير ديالهم بسيطه، ممكن اي وحده تحضرهم لوليداتها وتفرحهم بهم وكتوجديهم حتى لضيوف الغفله. راهم سريعين في التحضير، كيوجدوا في ساعه وكيجوا معلكين وخطيرين. المذاق ديالهم كيجي اكثر من روعه، والسر ديالهم هو ريبي. كيجي المذاق ديال الريبي كيجي اكثر من رائع. هنا كيف كتلاحظوا درت ريبي كامل وخلط العناصر حتى كنحصلوا على الخليط بهذا الشكل كيف كتلاحظوا في الصوره. وهنا من بعد ما جمعنا الخليط كيف كتلاحظوا غادي ناخذ الخليط وغنغطيه ببلاستيك غذائي وغنوضعه في الثلاجه لمده 15 دقيقه. عاد غنتلاقاو ان شاء الله. وهنا من بعد ما مرت 15 دقيقه غادي ناخذ هنا اللاطه وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت النباتيه، اولا غادي نفرشوا اللاطه بورق الطهي. انا ما متوفرش عندي، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت باش الحريشات ما يتلصقوش لينا في المقله. هنا من بعد ما مرت 15 دقيقه جبدتها من الثلاجه كيف كتلاحظوا في الصوره. غادي نحتاجو هنا الكوك للتزيين، وغادي ناخذ هنا الخليط وغادي نشكلوا كويرات كيف كتلاحظوا في الصوره. وبالنسبه للكويرات كيبقاو على حسب الرغبه، ممكن ديروهم كبار او صغار، كتبقى على حسب الرغبه. هنا غادي نزينها بهذه الطريقه الوجه ديالها وغادي نوضعها في اللاطه. وهنا باش العجين ما يتلصقش لكم في ايديكم غادي تدهنوا ايديكم بشويه ديال الزيت، عاد غتكوروها كويرات اللي تكون متوسطه الحجم. وكيبقى لكم نتوما الاختيار، كاين اللي كيبغيهم صغيورين، كاين اللي كيبغيهم متوسطين، كاين اللي كيبغيهم كبار. انا درتهم هنا متوسطه الحجم. وغادي نفند الوجه ديالها بهذه الطريقه في الكوك. وبالنسبه للكوك راه كيعطيهم واحد التزيين زوين بزاف، وحتى الحريشات راه كيجيو معلكين من الداخل وكيجي مقرمشه من الوجه ديالها واقتصاديين، ما فيهمش شي مقادير مكلفه. كيف لاحظتوا غير 2 كيسان ديال العنبه ديال السميده خرجت لينا 22 حبه. فهنا من بعد ما كملتهم وشكلتهم كويرات كيف كتلاحظوا غادي ندخلهم يطيبوا في الفرن
وغادي نوضعهم في الأسفل هو الأول حتى يتشقوا لمدة 10 دقائق. هذا غادي نطلعهم الفوق يكملوا طيابهم. ودابا غادي ندخلهم حتى يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا بريبي اللي كيجيو اكثر من رائعين، لا شكلا ولا مذاقا، كيجيو ممتازين. ريبي كيعطيهم واحد المذاق اللي هو خطير بزاف، وكيجيو معلكين من الداخل، كيجيو اكثر من رائعين. انا متاكده الا جربتوهم غادي توليو مدمنين عليهم، وكيوجدوا فيسع، ما كطلبوش لينا شي مجهود، واقتصاديين. انا غنحل معاكم وحده باش تشوفوها كي كتجي من الداخل، كتجي هشيشه ومعلكه من الداخل، كتجي اكثر من رائعه. وكيكون هذه النهايه ديال الفيديو. وكيف العاده الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لي لايك، واللي مازال ما شاركش في القناه يشارك ويفعل الجرس هكا باش توصلوا بكل جديد.